مرحبا بكم. اليوم نقدم لكم 5 ألغاز أصعب من بعضهم البعض لنرى من يستطيع حلهم جميعا والبقاء على قيد الحياة حتى يصل للكنز. ولكن قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا ضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة لكي نستمر في نشر المزيد. اللغز الأول: ذهبت مع مجموعة من الأصدقاء إلى إفريقيا في عطلة، ثم قررتم الخروج في رحلة سفاري إلى الصحراء. ركب الجميع الموتورات المخصصة لرحلات السفاري. بعد مرور بعض الوقت نظرت خلفك فوجدت نفسك وحيدا بعيدا عن البقية، وكان البنزين على وشك الانتهاء، ووجدت قلعة تبدو مخيفة جدا. ولكن لكي تتخلص من برد الصحراء دخلت القلعة فوجدت الكهرباء مقطوعة، وبالضوء الخفيف المنبعث من الزجاج وجدت 3 أبواب أمامك، وكل باب مكتوب عليه شيء. الباب الأول كتب عليه: ستموت مخنوقا. الباب الثاني كتب عليه: ستموت على كرسي كهربي. والباب الثالث كتب عليه: ستموت بالرشاش. فأي باب ستختار لكي تهرب من الموت؟ هيا، لديك 20 ثانية لاختيار الباب. الحل: بالتأكيد الباب الثاني، لأن جميع الأبواب تؤدي للموت، ولكن الكهرباء مقطوعة، لذلك تستطيع أن تمر من الباب دون أن تموت. اللغز الثاني: غطست في أحد المسابح، وبمرور الوقت قل الأكسجين من الأنبوبة، فقررت الخروج فوجدت أن غطاء المسبح مغلق، وأمامك 3 أبواب، لعل أحدهم ينجيك. الباب الأول خلفه حيتان، والباب الثاني خلفه غاز سام، والباب الثالث خلفه مصيدة إن دخلت قتلتك. فماذا ستختار؟ هيا، لديكم 20 ثانية. الحل الصحيح هو الباب الثاني، لأنك تتنفس من الأنبوبة فلن تتأثر بالغاز السام. اللغز الثالث: وصلت لهذا اللغز وما زلت على قيد الحياة، ولكي تحصل على الكنز عليك أن تختار بين أحد البابين، أحدهما خلفه أسد خطير وجائع، والباب الآخر خلفه كنز من الذهب، وكل باب عليه حارس، أحدهم يقول الحقيقة والآخر يكذب، وأنت عليك أن توجه سؤالا واحدا لهم لمعرفة مكان الكنز. فماذا ستسأل؟ هيا، لديك 20 ثانية. الحل: بكل بساطة ستسأل أحد الحراس على الباب الذي خلفه الذهب، أي أنك ستقول للحارس الذي يكذب: أين هو الباب الذي خلفه الذهب؟ ثم تسأل الحارس الصادق عما قاله الحارس الأول، ثم عليك أن تختار الباب المخالف لما قاله الحراس. اللغز الرابع: ذهبت مع صديقك المقرب لحفلة في بيت رعب، ولكن لأنكم لا تعرفون المكان جيدا دخلتم منزلا آخر عن طريق الخطأ، وبمجرد أن دخلتم أغلق الباب خلفكم بالقفل. عرفت حينها أنت وصديقك أنكما في مأزق، وبدأ صديقك في البكاء، وبينما أنت تحاول إسكاته سمعتم صوتا يقول: أمامكم 4 أبواب، ولكي تنجوا من هذا المكان عليكم أن تمروا خلال أحد هذه الأبواب. لديك أيضا مسدس وطلقة ذهبية تتيح لك قتل حيوان واحد. أول باب خلفه نار بارتفاع 2 متر، وخلف الباب الثاني تنينين خطيرين، وخلف الباب الثالث أسد وذئب، والباب الرابع خلفه حوض كبير به حوتين. إذن أي باب ستختار لتفر من هذا البيت المرعب؟ هيا، لديك 20 ثانية للتفكير.
الحل: الاختيار الصحيح والباب الأسلم للخروج هو الباب الثالث، والذي خلفه أسد وذئب، والأسد والذئب لن يبقوا في نفس المكان، فالأسد قتل الذئب، وأنت تقتل الأسد بالرصاصة التي معك وتمر بسلام. اللغز الخامس: عندما نمت متأخرا استيقظت وجدت نفسك في مكان غريب وتريد أن تأكل، وليس هناك أي طعام أو شراب في الغرفة، ووجدت أمامك 3 أبواب. الباب الأول عليه حرف M، والباب الثاني عليه علامة سهم، والباب الثالث عليه قلب، وسمعت صوتا يخبرك أن الباب الرابع هو المخرج، فأين سيكون الباب الرابع برأيكم؟ هيا، لديكم 20 ثانية للتفكير. الحل: الباب الثاني مكتوب عليه رقم 4. اللغز السادس: هل تتذكرون اللغز الأول عندما كنت مع مجموعة من الأصدقاء في إفريقيا في عطلة، ثم خرجتم إلى الصحراء في سفاري، فأنتم تخلصتم من الصحراء، ولكن هذه المرة أنت محجوز في الفندق، تريد الصعود للطابق 25 وأمامك 4 مصاعد تختار أحدهم. المصعد الأول به عناكب سامة لو دخلت لثانية واحدة ستقتلك. المصعد الثاني ليس له باب، هو عبارة عن حفرة عميقة. والمصعد الثالث مليء بزيت سام. وفي المصعد الرابع نمر متوحش. الاختيار صعب، ولكن بين المصاعد ال4 يوجد طريق للنجاة. لديكم 20 ثانية لاختيار الحل الأسلم. الحل الصحيح: المصعد الثالث، لأنك بمجرد أن تفتح الباب سيسيل للخارج. كل ما عليك فعله أن تبتعد عنه حتى يفرغ تماما، ثم تستخدم المصعد بكل أمان. وأخيرا وصلنا لآخر لغز. أنت الآن تحاكم على جريمة قمت بها، ولكن حكم المحكمة كان غريبا قليلا. تستطيع أن تنقذ نفسك إذا اخترت التنك الصحيح، وكلهم أخطر من بعضهم. التنك الأول مملوء بحمض مميت، والتنك الثاني به قاتل محترف متعطش للدماء، والتنك الثالث به ألهبة نيران ضخمة، والتنك الأخير به حوت لم يأكل منذ 6 أشهر. فأيهم ستختار لتنجو؟ لديكم 20 ثانية لاختيار الحل الأسلم. الحل: التنك الرابع، لأن الحوت لن يبقى على قيد الحياة إذا ظل بدون طعام لمدة 6 أشهر. وصلنا لنهاية الفيديو. الآن شاركونا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.